مساء الخير يا فندم. مساء الفل عليك. اتشرف بحضرتك. طارق عبد النعيم سيد احمد علي. اهلا وسهلا بيك. ايه رايك في الانتخابات النهارده؟ الانتخابات طول عمرها نزيهه من ساعه ما مسكنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفعلا ده اعظم رئيس جابته مصر على تاريخ العصور او التاريخ المعاصر. والراجل ده انجز اللي ما انجزوش رؤساء من قبله من 60 عام. وعشان كده انا كتبت له حاجه بسيطه، بقول له يلا يا بنتي ويلا يا ابني، احنا في مصر وفيها هنبني، فيها هنبني مستقبلنا، نزرع تطرح لينا املنا، واللي عايزنا يجينا يا ناس، ما احنا بقينا في مصر خلاص بنعيش فيها ونخليها ارض جميله لكل الناس. مصر مصر مصر، تحيا مصر. وبشكر سياده الرئيس على الانجازات اللي عملها لينا، والانجازات اللي عملها لاولادنا، والطرق اللي عملها، والبنى التحتيه، والمساكن العشوائيه اللي لغاها، وعمل مساكن حضريه، وده شيء يشرفنا واحنا سعداء. ومش حتى لو جه مليون رئيس احنا مش هننتخب غيره. حافظ على البلد وعلى امن البلد، ومنع منها الانحراف والتسول والاجرام، ومنع منها حاجات كتيره قوي. وعشان كده احنا بنشكره وامن ولادنا وجعلهم امنين وجعلنا امنين. بس بنطلب منه رجاء يخفض لينا الاسعار، عشان الاسعار غاليه شويه علينا. الناس الفقراء بتعاني من غلو الاسعار يا فندم، واحنا بنعشقك وبنعبدك، وعشان كده بنرجوك تهدلنا الاسعار شويه، عشان في ناس غلابه ما عندهاش تجيب بصل ب 40 جنيه يا باشا. وربنا يخليك لينا ولمصر ويحفظك لينا ولمصر. تحيا مصر وانا اتشرفت. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، من كل قلبي ومن كل دمي، انا واهلي وناسي وعيلتي. هو طبعا بيقول لي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يعني يقف مع الغلابه شويه ويظبط الاسعار عشان التجار جشعين شويه. دي حقيقه، التجار النهارده بيحتكروا الحاجه وبيغلوا علينا الاسعار. لا حد عارف يجيب بصل سعادتك، ولا حد عارف يجيب طماطم. وبنرجو سعادتك تنظر لينا بنظره عطف للناس الفقراء. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، مليون الف مره لسيادتك، ومش هنستغنى عنك. وانت هتفضل اب ورئيس واخ وصديق وحبيب للشعب المصري جميعا. اتشرفنا بيك واحنا سعداء بيك يا فندم. وربنا يحفظك يا سياده الرئيس.